اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من برنامجكم المفضل بكام وانا رشح لك مع احمد عارف على سيجما كمبيوتر. زي ما قلت لكم في اول حلقة من البرنامج ده ان هو هيبقى برنامج ترشيحات، واحنا الفترة دي هنتكلم فيها عن اللابات ومركزين في اللابات بشكل عام علشان خلاص الجامعة داخلة والدراسة خلاص هتبدأ في الجامعات ان شاء الله. فلو انت محتاج تشتري لابتوب فالفيديوهات دي هتبقى مفيدة ليك بشكل كويس، لان هو انا بدي لك خلاصة الخبرة في الموضوع. اللي هو مثلا انت معاك زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت من 25000 لحد 30000، انا رشحت لك 3 لابات ما كانش فيه غيرهم، هم الثلاث لابات دول اللي بجد بيقدموا قيمة مقابل سعر. وفي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم من 30000 ل 35000، وبرضه هيكونوا 4 لابات المرة دي، واحد من لينوفو و3 من ايسوس. فاعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ في أول لابتوب معانا. بص يا سيدي، أول لابتوب احنا هنتكلم عليه هو اللينوفو الايديا باد جيمنج 3. اللابتوب ده هيكون كويس جدا، هو سعره 30000 بالظبط، وهيكون ببروسيسور رايزن 5 5600 اتش، بروسيسور كويس 6 كور و12 ثريد، والرامات بتاعته 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز، وتقدر تخليها 32 جيجا رام. تشيل الرامه 8 اللي موجوده في اللابتوب وتحط 2 16 3200 وهيشتغلوا مع بعض زي الفل. والستورج بتاعته 512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جين 3، وتقدر تزود اس اس دي ان في ام اي تاني. وكارت الشاشه بتاع اللابتوب ده هيكون انفيديا ار تي اكس 3050، والشاشه بتاعت اللابتوب 15.6 فول اتش دي 120 هرتز، اي بي اس بانل 45% ان تي اس سي، وحوالي 70% اس ار جي بي. ودي مش شاشه اعتماديه خالص للالوان، بس هتسد معاك لو انت لسه بتبدا تتعلم الحاجات بتاعتك. وبالنسبه للبروسيسور بتاعه اللي هو الرايزن 5 5600 اتش، البروسيسور ده زي ما قلت لك هو 6 كور و12 ثريد. البيس كلوك بتاعه 3.3 جيجا هرتز وبيوصل لحد 4.2 جيجا هرتز. وكارت الشاشه هيكون الار تي اكس 3050 زي ما قلت لك، بس الكارت ده التي جي بي بتاعه 85 واط. بيجي مع اللابتوب ماوس جيمنج اسمه لينوفو ام 100، ده هيكون ماوس كهديه يعني، والكيبورد بتاعته بتنور ابيض بس، والبطاريه بتاعته مش هتقعد معاك وقت كتير لان هي 45 واط بس، والشاحن بتاعه 135 واط سليم ديزاين، اللي هو الديزاين بتاع لينوفو السليم خالص ده. فاوفر اول ده هيكون لابتوب كويس، لان في نفس السعر ده في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا على اللابتوب اللينوفو برضو، بس البروسيسور بتاعه كان اعلى بس الكارت كان اقل، اللي هو ال 2050. ده لينوفو ايديا باد جيمنج 3، الموديل اللي قبل اللينوفو ال او كيو على طول، موديل قديم شويه، بس السبيكس بتاعته على سعره هي هتكون كويسه جدا في الوقت اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده. ومن العيوب اللي انا شايفها في اللابتوب ده هي البطاريه بتاعته ضعيفه جدا، والبيلد كواليتي بتاعته بلاستيكي قوي، والشاشه بتاعته 120 هرتز بس مش حتى 144 هرتز ولا 165 هرتز، والسطوع بتاع الشاشه قليل جدا لان هي 250 نتس. بس اوفر اول كلابتوب هو لابتوب كويس جدا ويستحق الشراء فعلا لحد ال 30000 جنيه. ولو علينا 1500 جنيه بس في البادجت اللي هو يبقى 31500 جنيه، هناخد اللابتوب المفضل لقلبي الصراحه. مش السبيكس، اللابتوب، في فرق ما بين المواصفات واللابتوب. انا بتكلم دلوقتي على لابتوب مفضل لقلبي اللي هو ايسوس توف. السبيكس بقى هتبقى مختلفة معانا في الثلاث موديلات اللي احنا هنتكلم فيهم. اول موديل اللي هو ب 31500 جنيه ده اسمه ايسوس توف A15 FA506NF-HN005W. ده بيجي ببروسيسور رايزن 5 من الجيل الجديد اللي هو 7535 HS، والكارت بتاعه هيبقى RTX 2050 4 جيجا. احنا كده لو اخدت بالك نزلنا بالكارت تاني بس علينا بشكل جامد جدا في البروسيسور. والرامات بتاعته 8 جيجا دي دي ار 5 وتقدر تزودها لحد 64 جيجا رام برضو مفيش مشكله، و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جين 4 بيقرا لحد 4800 ميجا في الثانيه تقريبا. والشاشه بتاعته فول اتش دي اي بي اس بانل 15.6 انش 144 هرتز. بص يا سيدي، اللابتوب ده فيه مزايا كتيره جدا، واللي انا هقوله ده هيبقى بشكل عام عن الايسوس توف. اول حاجه البيلد كواليتي بتاعته والتبريد بتاعه، بجد البيلد كواليتي مع التبريد بتاع اللابتوب ده في حته تانية خالص. بعد كده نتكلم عن الرامات الدي دي ار 5 في اللابتوب ده 5600 ميجا هرتز which is nice، يعني دي حاجه كويسه جدا مش بنشوفها في اللابات الدي دي ار 5 لان معظمها بيبقى يا اما 5200 يا اما 4800 ميجا هرتز، لكن 5600 ميجا هرتز ده رقم كويس جدا. واهم حاجه انا عايز اتكلم عليها في لابات ايسوس عامه هي الماكس سويتش. الماكس سويتش ده شيبسيت هاردوير محطوطه في المذر بورد، كل اللي هي بتعمله ان هي بتقلل لك الليتنسي بشكل قوي جدا. يعني
يعني ايه؟ يعني انت قاعد بتلعب لعبه او بتعمل بروجكت ما على كارت الشاشه، بدل ما يكون في الطبيعي ان الاوردر بيروح لكارت الشاشه وكارت الشاشه بيرجع يوديه للسي بي يو والسي بي يو يرجع ياخده ويطلعه على الشاشه، ده بيقلل معاك عمر البطاريه وبيزود معاك الليتنسي بتاعه العمليه اللي انت بتعملها. الماكس سويتش ده بقى حاجه محطوطه كده زي بريدج، انت وانس اللي انت اديت اوردر هو خاص بس بكارت الشاشه، مش بيعدي خالص على السي بي يو ولا بيعدي على كارت الشاشه الداخلي بتاع السي بي يو، هو كل اللي بيعمله بياخد من كارت الشاشه للشاشه على طول، فبيقلل معاك وقت وكمان بيزود معاك عمر البطاريه، وتجربه الاستخدام بتاعه بتكون جامده جدا. واللي بيعجبني برضو في اللابات بتاعه الايسوس طف هي الزراير بتاعتها. بص، هو البروسيسورات الجديده كلها عادي ان هي توصل معاك لحد 95 درجه و100 درجه كمان مئويه وانت بتشتغل. الكلام ده ما بيكونش ادمي خالص لما بتيجي بتشتغل على الكيبورد لان انت بتتلسع. ايسوس عامله حركه جامده جدا في اللابات بتاعتها اللي هي بتخلي الكيبورد تحتيها في حاجه بتشتت الحراره وفي مش كده في البورد نفسها، بحيث ان لو اللابتوب البروسيسور بتاعه واصل ل 100 درجه مئويه انت مش حاسس بحاجه وانت دايس على الزراير، والموضوع بيكون استخدامه حلو جدا جدا جدا. وكمان اللابتوب ده بيجي معاه ويندوز 11 اوريجينال، والبطاريه بتاعته 48 واط وده مش رقم كبير، بس في نفس الوقت الادابتور بتاعه بيجي ب 150 واط. وبالنسبه للصوت بتاعه فهو بيجي برده باتنين سبيكر كل واحد فيهم 2 واط، وكمان بيجي بمايك كويس محترم جدا في اي نويز كانسليشن، والكاميرا بتاعته 720 بي 30 فريم. وحاجه حلوه برده في اللابات الايسوس هي السوفت وير بتاع ايسوس اللي هو ارموري كريت. السوفت وير ده هو واحد من احسن لو ما كانش الاحسن سوفت ويرز معموله بتخدم عن الهاردوير. يعني مثلا ايه اللي بيميز ابل؟ اللي بيميز ابل مش الهاردوير بتاعها، ابل بتعرف توبتمايز السوفت وير على الهاردوير، فهي ممكن تحط لك موبايل زي الاكس ار اللي معايا ده موبايل، ده الموبايل بتاعي الاساسي ده ايفون اكس ار. الموبايل ده اعتقد ان الرامات بتاعته 1 جيجا او 2 جيجا، هو لحد دلوقتي ما بيهنكش معايا وانا شغال عليه عادي جدا، بفتح انستجرام، بفتح تويتر، بفتح يوتيوب، بفتح فيسبوك، بفتح تيك توك، بفتح اي حاجه، الدنيا كلها بتكون تمام. ده ليه؟ ده علشان الاوبتمايزيشن بتاع السوفت وير ماشي مع الهاردوير، سواء الهاردوير كان قليل او كان عالي، فهو بيديك احسن تجربه تقدر تستخدمها في الفئه السعريه اللي انت هتدفع فيها فلوسك، سواء هي غاليه جدا او رخيصه جدا. وما ننساش برضو الميزه بتاعت البيرفكت وارنتي بتاعت ايسوس اللي هي كسر واحنا نصلح. يعني مثلا لو انت كسرت الشاشه هم يصلحوا الشاشه على حسابهم، لو كسرت الشاشه والكيبورد انت تدفع فلوس الحاجه الرخيصه وهم يدفعوا فلوس الحاجه الغاليه. بس هي اتغيرت شويه الفتره دي. بيرفكت وارنتي قبل كده كانت معموله سنتين باي ديفولت، اللي هو انت بتشتري اللابتوب لو ببيرفكت وارنتي فانت بتقعد عليه سنتين عادي جدا، لو حصل فيه اي حاجه بتقدر توديه لهم في اي وقت. دلوقتي بقت هي سنه واحده، وعلشان تزود سنتين تشتري تاني، يعني تفتح موقع ايسوس وتشتري بيرفكت وارنتي لمده بقى سنتين. الاوتبوتس بتاعت اللابتوب ده كويسه لان هو بيجي بواحد يو اس بي تايب سي بيسبورت ديسبلاي بورت واتش دي ام اي 2.1، وبيجي بثلاثه يو اس بي اي 3.2 جين 1، فتقدر توصل عليه اي حاجه انت عايزها، حتى تقدر توصل الشاشه بتاعتك بالتايب سي. ولو علينا 500 جنيه بالظبط اللي هو هيبقى 32000 هنقدر ناخد اللابتوب الايسوس الطف A15 اف A506 NC HN005W. هو نفس اللابتوب رايزن 5 ورامات 8 جيجا و512 SSD، بس كارت الشاشه بتاعه بدل ما هو 2050 هو 3050، وفرق 500 جنيه بالظبط، وفي نفس البيرفكت وارنتي وفي نفس كل حاجه، بس الشاحن بتاعه هيبقى 180 واط بدل 150 واط. وحتى الشاشه هي اي بي اس ليفل 144 هرتز، اس ار جي بي بتاعها 62%، وده رقم قليل جدا. والان تي اس سي هيكون 45%، والاضاءه بتاعتها 250 نتس، بس الكونترست ريشيو كويسه جدا من 1 ل 1000، وده رقم معقول. نيجي بقى على اخر لابتوب والجوت بتاع الفئه السعريه دي، هو ده بقى اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. هو اكتر لابتوب انا شايفه بيقدم القيمه مقابل السعر بشكل كويس، ولو انا هرشح لابتوب في الاربع لابات دول في الفئه السعريه دي فهيكون هو اللابتوب اللي معايا الايسوس طف F15 FX507 ZC4-HN081W. ده لابتوب ايسوس طف برضه، بس بيجي ببروسيسور i5 من الجيل ال 12500H. لابتوب البروسيسور بتاعه بجد قوي، والكارت بتاعه هيبقى RTX 3050 النسخه ال 4 جيجا،
والكاميرا هتفصل، فثانيه واحده هاجي تاني. رجعنا تاني، والرامات بتاعته 8 جيجا DDR4. دي ميزه وعيب في نفس الوقت. عيب لان هو خلاص احنا دلوقتي في DDR5 والدنيا كلها بقت بتجيب DDR5، بس الميزه بتاعته ان DDR4 لحد دلوقتي سعرها منافس جدا ومناسب جدا 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 كمان. و512 جيجا SSD M.2 NVMe Gen 4، والشاشه بتاعته 15.6 IPS بانل 144 هرتز. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان خلاص داخلين على ال 20,000، فاضل لنا 100 بس، 100 عايزين 100 بس عشان نجيب ال 20,000، عشان خاطري نوصل لل 20,000. هنوصل ان شاء الله لل 100,000 كمان. تفتكروا؟ والله العظيم ما اتنطط من الفرحه. اكلم كده الشركه عندي اقول لهم بقول لكم ايه، انا مش جاي الشركه تاني، سلام. واللابتوب ده برضو بيجي بنفس الويندوز 11 اوريجينال ويندوز 11 هوم، وبيجي معاه اكس بوكس 3 شهور مجانيا اللي هو الاكس بوكس جيم باس، والبرفكت وارنتي بتاعه ايسوس. الديزاين بتاع اللابات الايسوس دي انا بحبها جدا. بص، هو ديزاين، هو مش بيقول لك انا لابتوب جيمنج بس، بيقول لك انا لابتوب قوي. فاهم الفرق ما بينهم ازاي؟ ووزنه بيكون خفيف، وكتجربه لللابتوب اوفر اول هي بتكون تجربه جامده جدا. والبورتس بقى في اللابتوب ده زادت بورت كمان تايب سي ثاندر بولت 4، وثاندر بولت 4 في لابتوب ب 34,000 جنيه، ده حاجه جامده. والبطاريه في اللابتوب هنا زادت شويه، بقت 56 واط بر اور، والشاحن بتاعه زاد شويه بقى 200 واط علشان يقدر يكفي البروسيسور ويقدر يكفي كارت الشاشه. وبالنسبه للبروسيسور، انا ليه بقول لك ان البروسيسور ده بجد كويس؟ عشان البروسيسور ده بيجي 12 كور، 4 برفورمانس كور و8 افيشنسي كور، بس بيوصل لحد 4 و5 جيجا هرتز و18 ميجا كاش. والتي جي بي بتاع الكارت هنا 95 واط مش 80 واط، وده رقم كويس، يعني انت بتبيك الماكس برفورمانس بتاعت الار تي اكس 3050 في اللابتوب ده. وهم دول كانوا 4 لابات لحد ال 35,000 جنيه. واستنى ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم من اول 35,000 ل 40,000. خلينا نشوف في الحلقه اللي جايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نوصل ل 20,000، وتعمل لايك وتشير الفيديو ده مع كل اصحابك اللي داخلين جامعه. اتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده وبدايه جميله للدراسه. انا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.